بابا سمعت الخبر الجديد؟ خبر ايه يا حبيبتي؟ المتحف المصري اللي لسه مفتتحينه غرق. غير ازاي يا جماعه؟ ده ملحقش. معقوله؟ غرق ازاي يا يعني؟ جماعه انتوا مش فاهمين حاجه. ده شويه مطر نزلوا كانوا عاملين هم فتحات، التصميم بتاع المتحف معمول فتحات عشان تدخل الشمس والهواء من فوق في الهبو، بس في المدخل اللي فيه رمسيس اللي فيه فرعون. فلما المطر نزل دخل في الفتحات ديت، غير حته وحته صغيره يعني ما تجيش لحد ركب رمسيس وهو واقف. حته صغيره خالص. وفي روايات تانية، في ناس بتقول لك مثلا بسبب الحسد. احنا خدنا عين لما فتحنا المتحف دوت بقى والعالم كله اتفرج علينا، في ناس عينها وحشه قرت علينا وعملت كده. وفي سبب تاني بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى غرق فرعون ايام سيدنا موسى، وهيغرقه مره تانية برضه هنا في مصر. وفي ناس تانية بتقول لك بسبب حاجه اسمها لعنه الفراعنه، لما نقلوهم بقى من المقابر بتاعتهم وطلعوهم وحطوهم في المكان ده، الفراعنه بقى عندهم لعنه، اللي يقرب منهم بيحصل له لعنه. فربنا يستر. انا زمان لما كنا ساكنين على فكره في الدور الاخير، كان بيجي والدي بقى قبل الله يرحمه، قبل الشتاء دوت بيجيب عمال معاه ويطلع فوق السطح ويجيبوا اسمنت ويعملوا حاجه اسمها البربخه. يبربخوا السطح، يعني يفرشوا طبقه من الاسمنت كده فوق السطح وبتاع، عشان الميه الشتاء لما تنزل الميه ما تجيش بقى علينا واحنا قاعدين تحت. فالظاهر بقى الجماعه بتوع المتحف دول نسوا يبربخوا السطح بتاع المتحف من فوق.